السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا، ألا وهي أهم المسكنات الموجودة في الصيدلية، وإيه هي أهم المواد الفعالة المستخدمة لتسكين الآلام. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. بس قبل ما نتكلم عن الأدوية لازم تعرف إيه هي تقسيمة مضادات الألم. أول حاجة أو الستيب 1 وهي السيمبل أنالجيسكس، ودي من ضمنها مادة الباراستامول أو عيلة النونسترويدال أنتي انفلاماتوري دراجز، ودي بتستخدم في الآلام البسيطة والآلام المتوسطة. تاني حاجة أو الستيب 2 وهي الويك أوبيويدز، ودي من ضمنها مادة الترامادول، ودي بتستخدم في الآلام المتوسطة والآلام الشديدة. تالت حاجة أو الستيب 3 ودي السترونج أوبيويدز، ودي اللي من ضمنها مادة المورفين، ودي بتستخدم في الآلام الشديدة جدا. طبعا أغلب كلامنا النهاردة هيكون موجه للسيمبل أنالجيسكس، ومن أهم الحاجات اللي بتستخدم فيها المسكنات دي هي تسكين الصداع، تسكين آلام المفاصل، وتسكين آلام أسفل الظهر، وعلاج البرد والحمى، وتسكين آلام الدورة الشهرية عند السيدات، وكمان تسكين آلام الأسنان، وتسكين آلام العظام والمفاصل عموما، وكمان تسكين آلام العضلات، وغيرهم كتير جدا طبعا. خلينا بقى نتعرف على الأدوية دي. العيلة اللي معانا النهاردة وهي عيلة النونسترويدال أنتي انفلاماتوري دراجز، ودي عيلة كبيرة جدا، والعيلة دي بتعمل على تسكين الألم عن طريق إنها بتعمل انهبيشن للإنزيمز اللي اسمها كوكس 1 وكوكس 2، وده بدوره بيؤدي إلى عدم تحويل الأرشيدونيك أسيد إلى البروستاجلاندينز، وبالتالي العيلة دي هتعمل كمسكن للألم وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب. في ملحوظة بقى يا ريت تخلي بالك منها، إن الباراستامول مش تبعهم، لأنها بتعمل انهبيشن للكوكس 3 الموجود في البرين، وبالتالي هو هيعمل كمسكن للألم وخافض للحرارة بس، ومش هيكون ليه تأثير كمضاد للالتهاب. هنبتدي بأول مادة معانا وهي الأستايل ساليسيليك أسيد، والتركيزات اللي بنستخدمها كمسكن للألم هي التركيزات العالية منه، زي ال 300 أو ال 320 أو ال 325. أما التركيزات القليلة منه فبتستخدم لحاجات تانية خالص، وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأسبو نصر، الإيكوبرين، وأشهرهم وهو الريفو والريفو مايكرو. خد بالك إن الدواء ده ممنوع صرفه للأطفال أقل من 16 سنة، وده جرعته بتكون من 325 ملغ إلى 650 ملغ كل 4 إلى 6 ساعات يوميا، بشرط إن الجرعة مش تتخطى ال 4 جرام يوميا. ومن ضمن النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز في عيلة اسمها البروبيونيك اسيد ديريفاتيفز، ودي بتحتوي على كذا مادة فعالة. أول مادة فعالة منهم وهي الإيبوبروفين، ودي بتنزل بتركيزات 200 ملغ، 400 ملغ، 600 ملغ، و800 ملغ. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الألفافين، البروفين، الفلابو، فلاموتال، الإيبوفين، المافو، الماركوفين، والماكس بروفين، والنوفا بروفين، والبروفينال، والبروفيوسول، والرابيفين، والسينوفين. والمادة دي جرعتها بتكون ما بين 200 ملغ إلى 400 ملغ كل 4 إلى 6 ساعات يوميا، والجرعة القصوى منها بتكون 3200 ملغ يوميا. تاني مادة معانا وهي الكيتو بروفين، ودي بتنزل بتركيزات 25 ملغ، 50 ملغ، و75 ملغ، و100 ملغ، و150 ملغ، و200 ملغ. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي الألكوفان، الباسكنتا، الباي ألكوفان، الباي بروفينيد، الباي كيتوشيسك، الجيسيكت، الكيتوفان، الكيتوجيسك، الكيتولجين، الكيتو بريك، الكيتو بروف، والكيوبان، والميباكوفين، والبروفينيد. وده جرعته بتكون 50 ملغ كل 6 إلى 8 ساعات يوميا، أو ممكن ياخد 150 إلى 200 ملغ مرة واحدة يوميا، وطبعا يفضل الجرعة مش تزيد عن 200 ملغ يوميا. تالت مادة وهي الديكس كيتو بروفين، ودي بتنزل بتركيز واحد بس وهو ال 25 ملغ. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي الديكس كيتو كير،
ديكس كيتوبروفين، ديكسترافاست، والجيسكابروفين، والنيو كيتادكس، والنيسابروفين. وده جرعته بتكون 25 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا، بشرط إنها مش تتخطى ال 75 مللي جرام يوميا. المادة اللي بعد كده وهي الفلوربيبروفين، ودي بتنزل بتركيزات 50 مللي جرام و100 مللي جرام و200 مللي جرام. وأهم دواء في المادة دي وهو الفروبين، وده جرعته بتكون ما بين 100 مللي جرام يوميا إلى 300 مللي جرام يوميا. المادة اللي بعد كده وهي النابروكسين، ودي بتنزل بتركيزات 250 مللي جرام 500 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي المايبروكس والنابروسين، ودي جرعتها بتكون 250 مللي جرام كل 6 إلى 8 ساعات يوميا، أو ممكن تتاخد 500 مللي جرام كل 12 ساعة يوميا، بشرط إنها مش تتخطى ال 1000 مللي جرام يوميا. المادة اللي بعد كده وهي اللوكسوبروفين، ودي بتنزل بتركيز واحد بس وهو ال 60 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي اللوجين، روكسوجيسيك، والروكسونين، ودي جرعتها بتكون 60 مللي جرام كل 12 ساعة يوميا إلى 8 ساعات يوميا. عايزك تعرف برضو إن من ضمن النون سترويدال أنتي انفلاماتوري دراجز في عيلة تانية اسمها الأسيتيك أسيد ديريفاتيفز، ودي برضو بتحتوي على كذا مادة فعالة. أول مادة منهم وهي الكيتورولاك، ودي بتنزل بتركيز 10 مللي جرام في الأقراص. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأدولور، الفام، الكيتولاك، الكيتورال. خد بالك برضو إن الأدوية دي بيتعمل منها حقن بنفس الأسماء بالظبط، ودول جرعتهم بتكون 10 مللي جرام كل 6 ساعات يوميا. والمادة دي بالذات مش ينفع تستخدم أكتر من 5 أيام لأن ليها آثار جانبية كتيرة. ننتقل للمادة اللي بعد كده وهي الإندوميسازين، ودي بتنزل بتركيزات 25 مللي جرام، 50 مللي جرام، و75 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الإندوسيد، الإندوميسازين، والإندومين، ودي جرعتها بتكون ما بين 25 مللي جرام إلى 50 مللي جرام كل 8 إلى 12 ساعة يوميا، ويفضل إنها مش تزيد عن 150 مللي جرام يوميا. ننتقل للمادة اللي بعد كده وهي السيكلوفيناك، ودي بتنزل بتركيز واحد بس وهو ال 100 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي الأسيكلوكوبا، الأموفلام، البريستافلام، الفيناك، اللامبروفلام، وده جرعته بتكون 100 مللي جرام كل 12 ساعة يوميا. ننتقل للمادة اللي بعد كده من نفس العيلة وهي الديكلوفيناك، ودي أنا عايزك تعرف إن في ديكلوفيناك صوديوم، وده تركيزاته بتكون 25 مللي جرام و50 مللي جرام و75 مللي جرام و100 مللي جرام و150 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأنوفا، الأريستروفاست، الديكلوفيناك، الديكلوفين، الديكلاك، الديكلوفيراز، الديكلوسب، الديفيدو، الإبيفيناك، الفلوتاك، الأولفين، الفولتارين، الرومارين، والرومافين، ودي جرعتها بتكون 50 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا، بشرط إنها مش تتعدى ال 150 مللي جرام يوميا. وكمان برضو عايزك تعرف إن في ديكلوفيناك بوتاسيوم، وده بينزل بتركيزات 25 مللي جرام، 50 مللي جرام، 75 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأكتيفاست، الأدوفلام، الأنتيفلام، الكاتافلام، الديكليسيوم، الديكلورابيد، الدولفين كي، الفلامي فاست، الأوفلام، البوتافين، الرابيدوس، والفاستافلام، والزيتوكسانيل، ودي جرعتها بتكون 50 مللي جرام كل 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا. وفي برضه من ضمن النون سترويدال أنتي انفلاماتوري دراجز عيلة اسمها أوكزيكام ديريفاتيفز، والعيلة دي برضه بتحتوي على كذا مادة فعالة، أهمهم البيروكسيكام، وده بينزل بتركيزين هما 10 مللي جرام و20 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي البريكسين، الديسبركام، الفلدين، الفلدورال، والإنفلاكام، والبيروكسيفار.
ودي جرعتها بتكون 20 مللي جرام مرة واحدة يوميا. تاني مادة من نفس العيلة وهي التينوكسيكام، ودي بتنزل بتركيز واحد بس وهو ال 20 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأنوكسيكام، الإيبوكوتيل، السورال، التينوكسيكام، والتينوكزيل. ننتقل للمادة اللي بعد كده وهي الميلوكسيكام، ودي بتنزل بتركيزات 7.5 مللي جرام و15 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأنتيكوكس، الميديكسافلام، الميلوكام، الميلوفلام، والميلوكسيكام، والميكسيكام، والموبيك، والموبيتيل، والموكزن. ودي جرعتها بتكون 7.5 مللي جرام إلى 15 مللي جرام مرة واحدة يوميا، ويفضل إن الجرعة مش تزيد عن 15 مللي جرام يوميا. آخر مادة في العيلة دي وهي اللورنوكسيكام، ودي بتنزل بتركيزات 4 مللي جرام و8 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الإيدوروبان، واللورانوفيل، واللورجيكيو، واللورنوكس، واللورنوكسكام، والنوكسيلورن، وريوكسيكام، والتوبرانو، والزيفو، والزيفيكام. ودي جرعتها بتكون ما بين 8 مللي جرام إلى 16 مللي جرام يوميا، وأقصى جرعة ليها هي 24 مللي جرام يوميا. في برضه من ضمن النون سترويد الأنتي انفلاماتوري دراجز عيلة اسمها الكوكسيبس، وخلي بالك إن العيلة دي بتكون سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور، يعني بيكون تركيزها منصب على الكوكس 2 بالذات، وبتكون أفضل من المسكنات التانية. وأهم المواد الفعالة اللي فيها وهي السيليكوكسيب، ودي تركيزاتها بتكون 100 مللي جرام و200 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأريثريكس، سيليبورج، سيليبريكس، سيليكوكس، واليوروكوكس، واليوما ماكس. ودي جرعتها بتكون 200 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وفي الحالات الشديدة ممكن توصل ل 200 مللي جرام كل 12 ساعة يوميا، بس ده بيكون بأمر الطبيب المتخصص بس. تاني مادة في العيلة دي وهي الإيتوريكوكسيب، ودي تركيزاتها بتكون 60 مللي جرام و90 مللي جرام و120 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي الأنسيليكوكس، الأركوكزيا، وريكوكسي برايت. خد بالك إن المادة دي بتوصف بأمر الطبيب المتخصص بس، وجرعتها بتكون على حسب حالة المريض، بس في الغالب بتكون قرص مرة واحدة يوميا، والتركيز طبعا بأمر الطبيب المتخصص. آخر دواء معانا بقى في عيلة النون سترويد الأنتي انفلاماتوري دراجز، وده بينتمي لعيلة الفيناميتس، وهو الميفيناميك أسيد. وده ليه تركيزين هما 250 مللي جرام و500 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي البونستانفورد، والميفابين، والبونو، والميفينام. والأدوية دي بالذات بتستخدم أكتر للتقليل من آلام الدورة عند السيدات، وده جرعته بتكون 500 مللي جرام كجرعة ابتدائية، وبعد كده هيكمل 250 مللي جرام كل 6 ساعات يوميا. ويفضل طبعا إنه مش يستخدمها أكتر من 3 إلى 7 أيام بكتير قوي. آخر دواء معانا النهاردة وهو الباراستامول، والدواء ده زي ما قلنا في الأول إن هو لا ينتمي إلى عائلة النون سترويد الأنتي انفلاماتوري دراجز، لأنه بيشتغل على الكوكس 3 الموجود في البرين، وده بينزل بتركيزات 500 مللي جرام و1000 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأبيمول، الأدول، السيتال، الدوليبيران، البنادول أدفانس، الباراستامول، البارامول، والبيرال، والاستوبادول. وده جرعته بتكون 500 مللي جرام إلى 1000 مللي جرام كل 6 إلى 8 ساعات يوميا، ويفضل طبعا إنه ما يزيدش عن 4 جرام يوميا. وبكده نكون لخصنا أغلب المسكنات الموجودة في الصيدلية، وأتمنى بجد لو أنت استفدت من الحلقة دي إنك تشيرها لكل زمايلك عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير في التدريب الصيدلي. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.